سترتدي كرة القدم ثوب الحداد، ولن تزهر فرحة في ملاعبها بعد رحيلك يا دون، فحزننا عليك يفوق كل وصف وكلمات. قد حفرت اسمك بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ، وتربعت على عرش القلوب بلا منازع، فكنت رمزا للإلهام والأمل لملايين البشر. كنت كالشمس تضيء دروبنا، وبسمتك تنير ظلام أيامنا، وإنجازاتك تلهب حماسنا وتحفزنا على تحقيق أحلامنا. ماذا قال رونالدو لنفسه قبل تنفيذ ركلة حرة أمام أيرلندا؟ المشجعون لاحظوا شيئا مثيرا قبل تنفيذ كريستيانو رونالدو لركلته الحرة. أظن يعتبر واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، وينظر إليه كثيرون على أنه أفضل منفذ للركلة الحرة على الإطلاق. ومع اقتراب يورو 2024 حيث سيواجه المنتخب الألماني نظيره الاسكتلندي في المباراة الافتتاحية، قد يحتاج رونالدو إلى مهاراته في الركلة الحرة لقيادة البرتغال نحو تحقيق لقبها الأوروبي الثاني. البرتغال تدخل البطولة كأحد المرشحين الأوائل لرفع الكأس، وستبدأ مشوارها بمواجهة جمهورية تشيك في 18 يونيو. وفي آخر مباراة تحضيرية قبل البطولة، البرتغال تغلبت على جمهورية أيرلندا ب3-0، سجل فيها رونالدو هدفين، وبعد 22 دقيقة من بداية المباراة أتيحت الفرصة للضون لمضاعفة تقدم بلاده من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء، وكاد أن يسجل حيث ارتطمت كرته بالقائم. وقبل تنفيذ الركلة شوهد رونالدو يتحدث لنفسه، حيث قال: سجلها سجلها، من الطبيعي أن تسجل هدفا من هذا المكان. رونالدو سجل 63 هدفا من ركلات حرة مباشرة في مسيرته، مما يضعه في قائمة أفضل منفذي الركلة الحرة على مر العصور. وتشكل هذه الأهداف أكثر من 7% من مجموع أهدافه البالغة 895 هدفا. وفي البطولة القادمة يمتلك رونالدو الفرصة لكسر عدة أرقام قياسية وتعزيز أرقامه الأخرى، فبمجرد مشاركته سيصبح اللاعب الأكثر ظهورا في بطولات أوروبا المنفصلة، حيث ستكون هذه البطولة هي السادسة له. سيصبح أيضا أكبر لاعب يشارك في البطولة، بشرط ألا يشارك زميله بيبي البالغ من العمر 41 عاما. وإذا تمكن من صنع 3 تمريرات حاسمة فقط في البطولة، سيتفوق على لاعب جمهورية تشيك كاريل بوبورسكي كأفضل صانع أهداف في تاريخ البطولة، الذي حقق 8 تمريرات حاسمة في بطولة 2000 و2004. أنت أيقونة لا تتكرر، يا من رسمت لوحة إبداع على ملاعب كرة القدم، وسطرت قصة خالدة يرددها التاريخ جيلا بعد جيل. ستخلد إنجازاتك في ذاكرة كل محب للعبة الجميلة، وستظل قدوتنا للأبد، يا من علمتنا أن المثابرة والإصرار هما مفتاح النجاح. مع تقدمك في السن ستزداد قيمتك في قلوبنا، وسنروي قصصك البطولية للأجيال القادمة، ونعلمهم أن الإصرار والمثابرة هما طريق النجومية. استمتع بآخر لحظاتك على أرض الملعب يا أسطورة كرة القدم، ودعنا نخلد ذكرياتك الجميلة في قلوبنا إلى الأبد. فلا تحزنوا يا عشاق الضون، فالإرث الذي تركه لنا من إبداع وعطاء سيبقى خالدا للأبد. فهل سيواصل رونالدو كتابة التاريخ في يورو 2024؟ شاركونا آراءكم في خانة التعليقات، وتابعوا معنا لمتابعة رحلته المذهلة في يورو 2024. وشكرا لك يا دون على كل ما قدمته لكرة القدم وللعالم.